بدنا نسوي لكم افضل واسرع واطيب طريقه للعوامه. يلا نبلش. اول اشي بدنا نسوي القطر. بدنا كاستين سكر وعليهم كاسه مي. للعوامه لازم يكون القطر ثقيل. بنشغل عليه الغاز وما بنحركه، وبعد ما غلي بنعصر عليه نص ليمونه. بنوطي عليه الغاز وبنخليه 5 دقائق. بنطفي عليها وبنتركها على جنب عشان تبرد. وهسه بدنا نحضر العجينه العوامه. بدنا كاستين طحين، معلقتين نشا، معلقه فانيلا، بيكنج باودر، معلقتين حليب، ومعلقه خميره. نسينا نحط السكر، بدنا معلقتين سكر. بنقلبهم مع بعض. وبدنا عليهم كاستين مي دافيه. وهسه بنقلبهم كثير كويس. ما بدنا اي تكتلات بالطحين. وبعد ما حركناهم كثير كويس بنسكر عليهم، بنتركهم نص ساعه. وهيك بعد نص ساعه من التخمير. هسه بنرجع نخلطها عشان نطلع كل الهواء منها. بسم الله. وهيك بعد ما طلعنا كل الهواء منها، وهسه بنحط العجينه باي كيس عندنا، بنقطع الطرف اللي فوق. واهم اشي يكون عندنا الزيت من متوسط لحامي. نقول بسم الله ونبلش بهاي الطريقه. وبعد بشوي بنضل نقلب فيهم عشان يعطونا نفس اللون. شايفين كيف محلى الحبه؟ يا سلام. وهسه بنطلعهم من الزيت على القطر. هيك بنكون طلعناهم من الزيت. وهسه بنصفيهم وعلى الدواق. وهذا هو المنظر النهائي. يا سلام على الفخامة.